السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في إبداع من داري، فيديو جديد وصفة جديدة. هاد النهار غادي نحضر معكم طلبية ديال الحلوى اللي كتجي أكثر من رائعة. هاد الحلوى كتذوب في الفم وهشيشة. غادي نشارك معكم إن شاء الله شحال خرجت لي هاد الحلوى ونشارك معكم الثمن، يعني شحال كنبيعها الكيلو. كما كتشوفوا القوام ديالها كتجي معلكة وهشيشة كتذوب في الفم، يعني كيحماقوا عليها الكليان اللي داها عليا كيزيد منها. كنتمنى ان شاء الله تشجعوني باللايك الفيديو، البارطاج مع الاصدقاء والاحباب، واللي ما مشتركش في القناه يضغط على الجرس ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد للقناه. غنخليكم مع هاد الصور وندوزو المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج، انا درت عجنه ونصف، يعني درت هنا 375 غرام من الزبده، يعني الزبده ديال ماشي المارغرين. عندي الزبده مزيانه، وعندي هنا قبصه ديال الملح، ماشي الزبده يعني الممتازه، كاينه زبده اخرى نخدموا بها الحلويات. صافي هنا غادي نشد كاس ديال العنبه، يعني غادي نوزن نفس العبار ديال سكر سنيده والحليب والزيت. كندير كاس ونزيد كاس اخر ما يكونش عامر، يعني تقريبا 2 كؤوس من سكر سنيده والزيت والحليب. وعندي 300 غرام من اللوز اللي قليته وطحنته. عندي 3 العلب ديال الفلان ديال التشينا، وعندي واحد الكيس ديال الخميره الكيماويه، وهنايا عندي واحد 2 ملاعق ديال النشا اللي كتخلي لنا هاد الحلوى هشيشه فوق القياس، يعني كتذوب في الفم. انا دائما كنخليكم مقادير بالضبط في صندوق الوصف. صافي هنايا درت ديك القبصه ديال الملح مع سكر سنيده، خدمتهم مزيان حتى حصلت على كريمه. ضيف داك اللوز اللي قليته وطحنته مزيان، غادي نخدمو مزيان مع الزبده حتى كيتخلط. عاد كنضيف السوائل، حيت هنا ما عندنا لا بيض لا، يعني بدون بيض هاد الحلوى وراه كتجي هشيشه. صدقوني جربوها وغتكون عندكم معتمده. ما تنساوليش لايك الفيديو باش يطلع ان شاء الله الناس اخرين باش يتفرجوا فيه، وتشجعوني باش حتى انا نبقى نحط لكم يعني اي فيديو، يعني اي طلبيه خدمتها نحطها نشاركها معكم. صافي هنا غادي نخدم مزيان داك الزيت مع هاد المكونات حتى كنحصل على واحد الكريمه. وهنا غادي نضيف الحليب، مهم اي قياس كتعبروا به نفس القياسات. صافي هنا بعد ما خلطت المكونات يعني السوائل، دابا غادي نزيد النواشف. هنا كندير الدقيق، وندير داك الكيس ديال الخميره الكيماويه، وكندير هاد 3 العلب ديال الفلون، يعني الفلون عادي. صافي وكنزيد يعني الدقيق، وكندير ديك 2 ملاعق ديال النشا مايزينا، يعني كتخلي لنا هاد الحلوى هشيشه بزاف وكتذوب في الفم. صافي في هاد الاثناء كنبقى نجمع غير يعني ما كنعجنوش دائما، الحلوى ما كتعجنش، كتجمع وصافي بالاصابع، يعني ما كندلكوهاش. صافي كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنحصل على واحد القوام اللي ما كيكونش يعني قاصح وما يكونش عاود مرخوف. هذا هو القوام ديال العجينه، يعني كتكون رطبه شويه وعاود ما تكونش قاصحه فوق القياس. صافي هنا غادي نديرها ما بين 2 بلاستيك، يعني دائما كنسرحها ما بين 2 بلاستيك غذائي باش كتجينا سهله اللي كنحيدوها. دائما كنشدو العجينه من الوسط وكنبقاو نسرحو بالمدلك باش كتجينا متقاده متساويه الوجه ديالها، ما كتجيش جهه يعني غليظه وجهه رقيقه. هنا هاد الحلوى غادي ندير وحده فوق وحده، يعني غادي ندير السمك يكون رقيق. انا درت هاد القطاعه، يعني هذا هو الشكل ديالها اللي درت. كما قلت لكم درتو انا رقيق حيت غادي نلصق وحده مع وحده، يعني ضروري يكون السمك رقيق بزاف. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل العجينه كامله اللي عندي. وهنايا غادي نشدها وغادي نقلبها باش كتحيد لي يعني بسهوله، ما كتعذبنيش. غادي نحيد داك البلاستيك، الا شفتوا العجينه كتلتصق رشوا عليها واحد شويه ديال الدقيق. صافي هنا كتحيد لي بسهوله كما كتشوفوا القوام ديالها، يعني رقيقه، حيت انا الغرض ديالي غادي نلصق وحده فوق وحده.
الا جربتوا هذه الحلوه غادي تكون عندكم دائما معتمده. خدموا حتى هما الطلبيات يعني يخدموها. صافي كنعمر لاطا حتى كنكمل هاد العجينه، والعجينه اللي كتشيط لي يعني ما كندلكهاش، غير كنجمعها وكنزيد عليها عجينه اخرى وكنسرحها. صافي هنا عمرت اللاطات، يعني هنا عطاتني كميه كثيره، تقدروا تنقصوا الكميه نتوما الا بغيتوا. انا هنا عطاتني اكثر من 3 كيلو هاد العجنه. صافي هنا شعلت الفرن وكنقص له النار مهيله، دائما الحلوه خليوها طيب على نار مهيله حتى كطيب، وكنزلها وكنشعل النار من الفوق وكتحمر وكنحيدها. وغادي ندوز للتزيين. هنايا التزيين كنحتاج نيس الكراميل اللي درت واحد، كديروا نص علبه ديال نيس الكراميل، وكديروا واحد الكاس ديال العسل، وكنزيد عليه واحد الطبقه ديال الشوكولاط كالا يعني ديال الكيلو. هذيك الطبقه كامله كتزيدوها وكديروها فوق النار حتى كتذوب مزيان. بعد ما كتذوب عاد يعني صافي كتكون هاد التعليكه واجده. الا قصحت لكم كنتو تخدموا بها قصحت لكم كتردوها عاود يعني كتطلق. صافي هنا كندير واحد نصف ملعقه هكا في الوسط، وكتجي هاد التعليكه لذيذه بزاف. تقدروا تكون عندكم معتمده وتلصقوا بها يعني الصابلي اي حاجه خدمتوها. انا الاغلبيه كيبغيو لي الكراميل يعني كنخدم بها بزاف. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل كامل الكميه. باش غادي نغطسها في الشوكولاط الابيض، انا استعملت الشوكولاط كالا. هنا بعد ما كملت الكميه كامله كنديرها في الشوكولاط كالا، وكندير واحد الفورشيط وكنخوي من الفوق. دائما كنسرحو يعني بلاستيك غذائي باش ما كتلصقناش الحلوى على طاوله العمل. الشوكولاط كالا ذوبتها على حمام مائي او ديروها فوق النار ديريكت، غيتنقصوا النار مهيله. وزدت معها واحد 2 ملاعق ديال الزيت يعني باش كتجيني شويه خفيفه. صافي كنخليها يعني كنحطها ونعاود نقلها، يعني ما كنخليهاش غير في ديك البلاصه باش كتجيني مقاده. ما كديرليش يعني الشوكولاط كتبقى لي من الجوانب باش كتجينا الحلوه مفينيه. ضروري خصنا نفينيو الحلوه. الشكل النهائي ديالها هو كل شيء كيلعب دور، خصوصا الاخوات اللي كيخدموا الطلبيات. صافي هنايا غادي نكمل هاد الكميه كامله كما كتشوفوا. هنا ذوبت الشوكولاط السوداء ودرتها في واحد البلاستيك غذائي ودرت لها واحد الثقب صغير، وغادي نبقى ندير لها خطوط كما كتشوفوا يعني خطوط رقاق. كتقبوا داك البلاستيك يعني ثقبه صغيره باش كيخرج لنا دوك الخطوط رقاق بزاف. انا راه كانت يبست لي الشوكولاط عاد كنزيد عليها دوك الخطوط ديال الشوكولاط السوداء. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى نزين كامل هاد الحلوه. وغادي ندوزو للطبق يعني الشكل النهائي عفوا، ونوري لكم التقديم. وها هي الكميه اللي خرجت لي هنا تقريبا اكثر من 3 كيلو، يعني 3 كيلو وشي 300 غرام اللي خرجت لي هاد الحلوه. كما كتشوفوا كتجي راقيه وكتذوب في الفم. انا خرجت لي هاد العجنه كنخرجها الكيلو 90 درهم، حيت فيها اللوز وفيها نسل كراميل. المهم المكونات راهم باينين، وكل مدينه عاود كل واحد يخرج على حسب المدينه. يعني 90 درهم راه مزيانه. كنتمنى ان شاء الله تشجعوني باللايك وتبارطاجيو القناه مع الاصدقاء والاحباب، واللي ما مشتركش في القناه يضغط على الجرس ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد للقناه. غنخليكم مع هاد الصور، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.